من منطقة لوران في اسكندرية. في المنطقة دي امبارح بالليل الناس بلغت ان في شاب وقع في المنطقة دي. الناس اتقسمت نصين، ناس بتقول هو رمى نفسه وناس بتقول لا هو اتزحلق. رحنا مكان الواقعة زي ما انتوا شايفين، الأمواج عالية جدا، مكان خطير جدا زي ما انتوا برضو شايفين المنظر. طبعا اللي حصل كلمنا الناس اللي واقفة، اللي حصل ان ناس بتقول هو انتحر وناس بتقول هو اتزحلق وهو واقف، وطبعا بيقولوا رموله حبل حوالي 50 متر مسكه بس فلت من ايده. طبعا الشاب ده مجهول للهوية، مش عارفين هو مين واسمه ايه. هو ساب الحبل وكانت الدنيا ضلمة بالليل وطبعا الأمواج خدته. جينا دلوقتي زي ما انتوا شايفين المنظر، الأمواج عالية، الإنقاذ النهري موجود، الشرطة موجودة، كله موجود. بس طبعا كلمنا الغطاسين قالوا مش هينفع ننزل ندور عليه، البحر حالة سيئة جدا والمية غامقة، يبقى الأرضية هتبقى غامقة، مش هينفع ندور عليه. زي ما انتوا شايفين الموج عالي جدا، فلازم يستنوا لما الدنيا تهدى شوية وينزلوا يدوروا عليه، يا إما لا يكون ربنا أراد وهو يخرج لوحده. طبعا زي ما قلت لكم الشاب دوت هو مجهول الهوية، محدش يعرف اسمه، محدش يعرف هو مين. وزي برضو ما قلت لكم الناس بتقول انتحر وناس تانية بتقول هو اتزحلق. طبعا هو مكان خطير وما ينفعش حد يقف فيه خالص. يعني انا بصور لكم والله وانا خايفة. بصوا الموج عالي ازاي، بصوا المنظر عامل ازاي، ربنا يرحمنا برحمته. حتة يعني فظيعة خالص، أمواج ياما والموج عالي جدا، وكمان كان بالليل طبعا الدنيا ضلمة الناس مش شايفة. بس هما بيقولوا رموله حبل، مسك الحبل في ايده بس فلت منه الحبل وطبعا راح مع الموج. وهما دلوقتي في انتظار انه يخرج لوحده لان مفيش حد هيقدر ينزل يجيبه. زي ما انتوا شايفين بصوا، ادي عربية الانقاذ النهري وعربية الشرطة طبعا وغطاسين اسكندرية، كله مستني حتى الأحوال تهدى شوية أو البحر يهدى ويقدروا ينزلوا. أنا لما سألتهم قالوا لا مش هنقدر ننزل دلوقتي، المية غامقة خالص، فبتبقى الأرضية تحت غامقة فمش هنشوف حاجة، لازم البحر يهدى عشان المية تصفى. الموج زي بيقلب الرملة فبيعمل تعكير في المية فمش هيشوفوا حاجة. ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه وإن شاء الله يخرج. طبعا منطقة صعبة جدا زي ما انتوا شايفين، والنهاردة الموج عالي، طبعا كان في إغلاق لكل شواطئ اسكندرية النهاردة. وطبعا اللي بحكي لكم عليه ده حصل امبارح بالليل، ومن بالليل الموج عالي والموج عمال يزيد زي ما انتوا شايفين. بصوا الموج عامل ازاي، ربنا يرحمنا برحمته ويقدروا يوصلوا له او هو يخرج. بصوا الموج عامل ازاي، منظر فظيع. والحتة دي بالذات حتة خطيرة جدا، الموج دايما يعني عالي فيها طول عمرها. الحتة دي في لوران الموج عالي فيها، وقبل كده برضو غرق شاب فيها.
كان بيتصور برضه واتزحلق في نفس المكان. ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه، وإن شاء الله يوصلوا له أو هو يخرج إن شاء الله.